الليث الضاري. 3 2 1 انطلاق. حسناً، الآن بدأ اللعب. أنت رائع. مذهل. ربيع، أخبرنا، أين التقيت هذا اللاعب الماهر؟ اللاعب الذي يهزم 3 بلابل معا لاعب ليس عادياً. في الحقيقة أنتم لم تروا شيئاً بعد، فقد تغلب على 100 لاعب من عصابة جامعي النقاط دفعة واحدة. ماذا؟ هل أنت لا شك جاد؟ أنك تمزح. كيف أنتم تحرجونني. حسناً، دعونا نلعب. أين مهاراتك؟ هيا الدوري. بسرعة. أريد أن أعرف أولاً. ابتعدوا. هيا أولاً. أولاً. أنا التالي. التالي. هيا، ما بكم؟ تعالوا. أرجوك، هذا يكفي يا سيد كمال. لقد نال منا التعب أيها الزعيم. نحن لم نتوقف عن اللعب منذ الأمس. لا أبالي بكم، فأنا لم أتعب بعد. أطلقوا. حاضر. انطلاق. حسناً، أيها الليث الضاري، انطلق. هيا. هذا ممتع جدا، هذا ممتع حقا. وأخيرا ظهر من يحمسني لألعب بكل قوتي. هيا شاركوا في سعادتي. انتظرني يا يمان، فأنا متعطش للقضاء عليك. سأحول حصانك المجنح إلى شظايا متناثرة باستخدام ليثي الضاري. لقد قضينا وقتاً ممتعاً. في الواقع لم أخذ نزالات ممتعة كهذه منذ مدة. هذا جيد. إذا فقد سررت بمرافقتي إلى قاعة اللعب. أجل، أشكرك يا ربيع. أولئك الذين التقيناهم في قاعة اللعب هم أكثر من يتعرض لتسلط جامعي النقاط عليهم. فهمت. أتعلم؟ لقد أحببت هذه المدينة. حقاً؟ هذا يعني... نعم، لقد قررت المكوث فيها بعض الوقت. خبر رائع. ثم إني أتوق إلى لقاء لاعبين أقوياء هنا. ولكن أنا قلق جداً عليك. لماذا؟ هل نسيت أمر كمال؟ إنه زعيم صائدي النقاط، وأيضاً يختلف في القوة عن الآخرين. حينما يطلق بلبله الليث الضاري لا يتوقف حتى يدمر جميع البلابل التي حوله، وكأن بلبله الليث الضاري يستمتع بالصيد مثل صاحبه تماماً. إذا نازلت كمال وأصابك مكروه فأنا لن... أنا أسافر بحثاً عن أمثاله، ولا أفشي سراً إن قلت إني أرغب في منازلته. ولكن يا يمان... لا تقلق، أياً كان اللاعب الذي أمامي فأنا لا أتهاون أبداً. أليس كذلك أيها الحصان المجنح؟ من أنت؟ المسكين. المسكين؟ توقعت هذا. في مفاصل القطع ضعف واضح، وهذا يؤثر في التوازن العام لهذا البلبل. كلما أدى هجوما قويا تضاءلت قدرته ب0.7. ب0.7؟ ليس هذا وحده، ففي جزئه العلوي خدوش لا تظهر للعين المجردة، وسيكون في خطر إن تركته على هذه الحال. هذا صحيح. ألهذا وصفت حصاني المجنح بالمسكين؟ هناك أضرار قديمة لم تجري عليها صيانة، وأخرى حديثة تؤثر في توازنه كله. منذ متى لم تخضع بلبلك هذا للصيانة؟ بصراحة إن الصيانة ضرورية جدا للبلبل. يحتاج البلبل إلى صيانة دورية، وإهماله يا صديقي يؤدي إلى تآكله وينقص من سرعته وقوته على حد سواء. حسناً، سأجري عليه بعض الصيانة. لا تباري أحدا إلى ذلك الحين. ولكن من أنت يا فتاة؟
تفضلا. مذهل، كثير من البلابل. هذا المحل ملك لوالدي. إنه يسمح لي باستخدام أدوات الصيانة. هل أنت لاعبة بلابل؟ كيف أشرح الأمر؟ ليس لدي شغف باللعب، بل أفضل صيانة البلابل أو محاكاة المباريات على الحاسوب. إذا أنت مختلفة. ربما. على أي حال تفضلا بالجلوس، أما أنا فسأجري بحثا تفصيليا عن الحصان المجنح. هاته. ولكن ماذا؟ الأمور التي تبدو صغيرة الآن لابد أن تتفاقم ذات يوم وتمنعه من اللعب. هذا لمصلحة بلبلك. لمصلحة بلبلي؟ معها حق. لو راجعت الماضي لوجدت أني أدخلت الحصان المجنح في المعركة تلو الأخرى ولم أعطه وقتا للراحة. أنا موافق. أعتمد عليك يا لبنى. اسمي هو لبنى. الوضع أسوأ مما توقعت. ماذا تعنين بأسوأ؟ أنا أرى عددا كبيرا من الخدوش على سطح بلبلك. يبدو أنك تلعب في أماكن مختلفة عدا الحلبة. سؤال، هل تعد تلك الخدوش مشكلة؟ سؤال جيد. المشكلة ليست في هذه الخدوش نفسها بقدر ما في تراكم الوسخ والتراب داخلها، فهذا يفقد البلبل توازنه في أثناء اللعب. هكذا إذن. معلومة أخرى، دخول المياه عن طريق هذه الخدوش يؤثر في أجزائه الداخلية، أما دخول الأتربة فيوسع الخدوش مع كل مرة يدور فيها البلبل. هذا منطقي. الجميع يفكرون في النزالات وينسون أمر بلابلهم فيهملونها ويتركونها من غير عناية. لا أستطيع السكوت على مثل هذه الأمور. سيستغرق وقتا أطول مما توقعت، لذلك سيبقى بلبلك هنا اليوم. ماذا؟ لا شيء. أنا موافق. أيها الحصان، اخضع للصيانة وعد إلي. حسناً، اعتمد علي. حسناً، سأنتظر هنا. الحصان المجنح صديقي الحميم، ولا يمكنني الابتعاد عنه لحظة واحدة، ولهذا السبب أظن أنني سأنام الليلة هنا. لا بأس، لا مشكلة أبداً. عفوا لبنى، هلّا فحصت بلبل قوس اللهب بعد أن تنتهي من الحصان المجنح؟ بكل سرور. رائع، افرح، ستخضع للصيانة. حصريا على stardima.com. كنت مخطئا في حق الحصان المجنح، فلاعب البلابل ليس من يدخل المباريات وحسب. شكرا لأنك أريتني خطأ. وهنا أيضا. لا بأس. أيها الحصان المجنح، عد إلي.